المال العالق، الواقع السوري خارج النظام المصرفي. في عالم يتحرك بسرعة الضوء، حيث تنقل الأموال بضغطة زر، ما تزال هذه العملية في سوريا بطيئة، معقدة ومحدودة. واقع لا يقاس بالأرقام فقط، بل ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية وعلى فرص تفقد قبل أن تبدأ. وهنا تبدأ الحكاية. أنا عادل، أعمل في البرمجة عن بعد. كانت لدي فرصة للعمل مع شركات خارجية، لكن لا توجد طريقة رسمية لاستلام راتبي، فاضطررت لرفضها، ليس بسبب ضعف مهاراتي، بل بسبب صعوبة تحويل المال. وأنا الدكتورة لميس، أعيش في الخارج، أرسل المال لعائلتي كل شهر، لكن التحويل معقد ومكلف، أحياناً يتأخر وأحياناً يضيع. أحتاج طريقة آمنة وسريعة لأدعم عائلتي. أين تكمن المشكلة؟ اليوم يعتمد العالم على منظومة مالية رقمية متكاملة، بطاقات الدفع العالمية، خدمات التحويل الإلكتروني، والمحافظ الرقمية التي حولت الهاتف إلى وسيلة دفع. هذه الأدوات لم تعد رفاهية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الحديث. غيابها لا يعني فقط صعوبة الدفع، بل يعني العزلة عن سوق العمل العالمي وتقييد الأفراد والشركات داخل حدود ضيقة. ما الذي يحدث الآن؟ تعمل وزارة المالية والمصرف المركزي السوري على إعادة فتح قنوات مالية مع الخارج من خلال السعي لبناء علاقات مصرفية في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، محاولة للعودة تدريجياً إلى النظام المالي العالمي وتسهيل حركة الأموال. لكن ورغم هذه الجهود، لا تزال الخطوات بطيئة والنتائج محدودة، وهو ما يعيدنا إلى قصة عادل ولميس. السؤال الأهم: إذا كانت الحاجة واضحة والمحاولات قائمة، فلماذا لا تزال الحلول متأخرة؟ هل المشكلة في البنية المصرفية الداخلية أم في تعقيدات الثقة مع النظام المالي العالمي؟ سؤال مفتوح، لكن إجابته تمس حياة ملايين السوريين.